اليوم الموضوع راح يدور حول شيء بصراحة شفته أنا من خلال فيديو. كنت جاي أتفرج على بعض الفيديوهات مال الروبوتات والذكاء الصناعي، فلفت نظري فيديو بالصين، منجم أو مقلع مال حجر بتراب وهاي الأشياء. كان قبل دائما بسواق مال شاحنات، سواق مال شفلات، يعني معدات مال حفر وتنقيب. فجأة من الفجأات نشروا الفيديو هذا باستخدامهم إلى معدات تمشي بالذكاء الصناعي 100%، من شاحنات إلى سيارات صغيرة إلى شفلات إلى قلابات. ماكو ولا أي بشر داخل هذا المقلع أو المكان اللي بيه تراب. فأنا بصراحة تفاجأت، اندهشت إنه وصلوا لهالمرحلة هاي من شو اسمه، يعني الآلات الأوتوماتيك. يعني زين إنهم وصلوا لهاي المرحلة، لكن بنفس الوقت شنو إحنا راح نشتغل إذا هم أخذوا كل الأشياء؟ يعني مثلا أنا هالشركة اللي أشتغل بيها أكو عندنا أقسام جابوا بها روبوتات، والعمال ودوهم الأماكن أخرى يحتاجوهم حاليا. لكن بالمستقبل الشركات اللي موجودة حاليا العالمية ما مهتمة بينا إحنا كبشر، يعني إنه العمال خطية لازم نعطيهم رواتب حتى يشتغلون يودون لأولادهم وعيالهم. إحنا بالنسبة لهم مو مهمين. جاي تستوعبون الموضوع؟ إحنا بالنسبة لهم مو مهمين، المهم كيف هاي الشركة هاي السنة تحصل أكثر فلوس. لاحظتوا هذا الهدف؟ شلون إحنا السنة الماضية كانت أرباحنا مليار، شلون نصير مليارين هالسنة؟ الهدف الرئيسي هو هذا. شلون أنا أصير صاحب 1 تريليون دولار؟ الهدف الرئيسي لأبو الشركة. فأنا لما أتخلص منك أنت كعامل أدفع عليك ضريبة مال العامل للحكومة، لأنه أنت لازم تأخذ تقاعد بالمستقبل. إذا كبرت لازم تمرض، راح تعطل، راح يصير عندك عطلة سنوية. هذا الروبوت اللي أجيبه لا عنده عطلة سنوية ولا يمرض ولا عنده فاتحة ولا عنده أي شيء. فأنا ليش راح أختارك أنت البشر وأعوف الروبوت؟ شنو يعني شنو السر؟ شو أسوي بيك أنت؟ صاحب العمل بهالطريقة هاي يفكر. فالأمر يعني ترى أعمق من ما أنتم تتخيلون. يعني الموضوع مو عبارة عن فكرة وتخيل، لا، راح تسمعون كثير عن هذا الموضوع بالمستقبل، المستقبل القريب مو البعيد. يعني أنا كدولة ليش أختارك أنت كجندي؟ شنو الهدف من اختيارك كجندي؟ أخليك تروح تحارب ساحات القتال وتنضرب ورجلك تنكسر وتنقطع إيدك وأسبب إعاقة لك وأخليك عايش عندي بالدولة وأصرف عليك؟ شنو السبب؟ ما يحتاج أدزن طيارة بدون طيارة، وأدز طيارة ماكو واحد يتحكم بيها، أخليها تتحكم، أعطيها رؤوس أقلام، أقولها أي شيء بشري تشوفيه أمامك مسلح اضربي طلقة، وأي واحد تشوفين ما عنده سلاح تركي بحاله. مثال، الآلة وحدها تشوف تميز هذا مسلح هذا مو مسلح. هذا بعد حتى قبل كنا نقعد بكونتينر بالجيش نسوق الطائرات بدون طيار، يعني نطيرها ونوصلها ونقصف بيها ونرجعها. الآن ما يحتاج احنا نقعد بهاي الكونتينر. فالسؤال المهم، شنو راح يكون هدف البشر إذا ماكو شغل؟ هذا السؤال مهم. وهل راح يكونون هم موجودين؟ هنا يجون الفلاسفة يبلشون يرسمون خطوط حتى البشرية تمشي عليها.